أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات. وصراحة خبر مفرح وصار للغاية. المفاد ديالو هو أنه تم إلغاء جميع السهرات والحفلات ديال المهرج الجزائري عبد القادر السيكتور. وكيتعزى هذا الخبر للتأثير ديال مواقع التواصل الاجتماعي. وانا غادي نقرا لكم الخبر ونعطيكم المصدر ديالو، وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو لو ماكسيموم. كيقول لك اسيدي الخبر: الغاء عروض الجزائري السيكتور بالمغرب. قالك بعد دعوات اطلقها نشطاء مغاربه خلال الايام الاخيره لعدم استقبال الفنانين الجزائريين داخل المغرب في ظل التوتر السياسي القائم بين البلدين، تم الغاء جميع عروض الكوميدي الجزائري عبد القادر السيكتور عفوا، التي كان مزمعا تنظيمها خلال الفترة القادمة ضمن جولته الفنية بالمملكة. وشملت العروض التي طالها الإلغاء حسب معطيات تتوفر عليها هيسبريس عرض الدار البيضاء يوم 6 فبراير، وعرض مسرح محمد الخامس بالرباط يوم 8 فبراير، وعرض مسرح محمد السادس بوجدة يوم 5 مارس، بالإضافة إلى عرض المركب الثقافي عبد الله بوكماخ بطنجة يوم 7 مارس. وعلى إثر هذه الإلغاءات تم سحب جميع المنشورات الترويجية المتعلقة بالعروض، مع ظهور عبارة ملغاة بشكل واضح على منصات بيع التذاكر، ما يعكس قرار نهائيا بعد مواجهة من دعوة التي أطلقها نشطاء مغاربة خلال الأيام الأخيرة. هذه الدعوات كانت موجهة إلى منظمي الحفلات والعروض الفنية سواء الرسمية أو الخاصة، للتحذير من استضافة فنانين يحملون الجنسية الجزائرية، وذلك في سياق توتر سياسي مستمر بين المغرب والجزائر، وردا على ما يعتبره هؤلاء أساليب عدائية تجاه المغرب والمغاربة. وكان خبر الإعلان عن جولة عبد القادر السيكتور الفنية قد خلف ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المعلقين عن استنكارهم لاستقبال فنان جزائري في قاعات مغربية، مطالبين بوقف هذا النوع من العروض الفنية إلى حين توضيح المواقف السياسية حسب تفسيرهم. وبعد عرض مرحبا الذي سبق للسيكتور تقديمه في بلدان أوروبية وأمريكا من نوع وان مان شو، حيث يقوم الفنان بسرد تفاصيل الحياة اليومية والاجتماعية وتحويلها إلى مادة كوميدية ساخرة لا تخلو من النقد الطريف الذي يشتهر به السيكتور في عروضه. ورغم الطابع الكوميدي للعروض، إلى أن هذا الجدل بشأنها أعاد فتح النقاش حول العلاقات بين الفن والسياسة وحدوث استقلالية الإبداع عن الخلافات الدبلوماسية. ففي حين يرى بعض المتابعين أن خلط المجالين قد يؤدي إلى تقييد الفعل الثقافي المهم غادي نوقف غير هنا، وغادي نقول شكرا لكل المتفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم أننا انتصرنا، وأنه كان جا للمغرب وخرج كيستفزنا من السعيدية، وللأسف كانوا بعض المغاربة كيدعموه. وهذه الحملات اللي للأسف أن بعض الناس رغم ذلك أن الطلب على عبد القادر السيكتور زاد، وهذا أكبر استفزاز أنه يتعرضوا ليه المغاربة من طرف خوتهم المغاربة. وهنا غادي نطرحوا واحد السؤال مهم. المهم هذا الارتيكل غادي تلقاو فيه اسبريس. شنو اللي خلى هاد الناس انهم يغيروا وجهة النظر ديالهم ويلغيو هاد الرحلات، هاد الجولات ديال عبد القادر السيكتور؟ سؤال بريء، وهذا السؤال غادي نجاوبوا عليه هنا. ان هاد الناس بحكم ان الحملات اللي داروها المغاربه كانت كتستهدف المشاريع السياحيه ديالهم، لان هادشي كيدخل في اطار السياحه، وانه بدا كيتشهر بالمحلات ديالهم. فهنا بداو المغاربه تيقاطعوا، فقرروا انهم ينسحبوا. وهنا لكن غادي نضروا شي واحد في جيبه باش انه يحترمنا ويمشي معنا، فمرحبا، ما عنديش انا المشكل. وهنا غادي نوجه واحد السؤال اخر لبعض الحفلات الخاصه اللي كانوا تواصلوا معهم مغاربه وقالوا لهم حشومه وراه حنا عندنا مشكل مع الجزائر، واللي كان الرد ديالهم ماشي راقي.
بل أنه كان في بعض الأحيان الرد ديالهم إلى هجومي. فاليوم إلا قدرنا نقاطعوا هاد الفنانين الجزائريين، وأنا ماشي غير مع السيكتور، أي فنان جزائري، حنا ما كيمشيوش الفنانة ديالنا المغاربة، ما كاينش حفلات خاصة، ما كاينش حفلات وطنية كيحضروا فيها مغاربة، مقاطعين هما بمعنى الكلمة. فواش الا ما كانتش هاد المادة الفنية ديال السيكتور، واش ما عندناش البديل؟ واش ما عندناش فنانين؟ في اطار تنوع ثقافي وداكشي مرحبا، ولكن شنو غيزيدنا السيكتور؟ وتذكروا بهذا المنع هذا، ومباشره من بعد هذا المنع تسناو لا رياكسيون ديالو، كيفاش الرياكشن ديالو كيفاش غتكون علينا، وغادي يخرج من الحقيقه ديالو، من الجلباب ديالو. انا حتى يتحيد التوتر السياسي، انا بالنسبه لي الفن الجزائري فن بلا اخلاق. لا نحتاج لا نحتاج الى فن يشبه العفن. الجزائري كثقافه، الجزائري ما عندوش ثقافه، شنو غيزيد لي انا كمغربي؟ راه كتمشي لجامع الفنا كتلقى ناس كيديروا الحلقه وعندهم الفن الحقيقي، كتمشي كتشبع ضحك وفيه رسائل وفيه بزاف ديال الحوايج. عندنا فنانين فكاهيين مغاربه كبار ما كيعيط عليهم حتى واحد، كيديروا جولات وداكشي، ولكن هادو اولى. مادام ان هاد الحفلات ضروريه وغيحضروا ليها الناس، وانها كتدخل في الترويج للمشروع ديالك ولا في المعارض ولي فيستيفال، ما عنديش المشكل انا، ولكن الاولويه لولاد البلاد. انا غير ماشي ما غير مع الجزائري، راه حتى المصري ما عندي ما ندير بينا في البلاد، حتى المصري بالنسبه ليا ما غيزيدش شي حاجه، لا مصري ولا جزائري. فلذلك كنتمنى ان هذا الدرس يكون درس متكامل الاوصاف، وانه يعطينا داكشي اللي كنقلبوا عليه، باش انه تكون الامور في المستقبل واضحه. وحتى الناس اللي كيعطيو التراخيص وهذا الشيء، فاش يمشيو الناس يبغيو يطلبوا الترخيص، فكنتمنى انا شخصيا على ان يكون المنع، تكون واحد اللائحه مثلا ديال واحد الفنانين ولا دول، انه ما يمكنش ما نعطيكش الترخيص، اسمح لي، ونحط المفهوم ديال الاولويات ديال البلاد هي الاولى. لا، علاش ما تعطينيش رخصه؟ عندنا توتر سياسي، في كاين المشكل هنا. راه الجزائر ملي بغى الجزائري يجي يقول لي لا ما يمكنش، حنا قاطعين معاهم، كيقول لي قاطعين معاهم العلاقه، قاطعين معاهم الجو والبر والبحر، كيفاش انت بغيتي تجيب مروكي هنا؟ ولا هما رجال وحنا عيالات؟ على العموم بارطاجي هذا الفيديو، الله يحفظكم.